انت عارف ان اللوحة دي بتجيب لصاحبها اكتر من مليون جنيه في اليوم؟ احنا ممكن نقول عادي جدا ان البيل بوردز دي نوع من انواع العقارات وبتحقق ROI كبير جدا. متوسط ال ROI بتاعتها بيبدأ من 10% وبيعدي 20% في المواقع الحيوية. انت ممكن تلاقي نفسك بتأجر بيل بورد اكتر من سعر شقة، اكتر من سعر شقة في كومباوند كبير على فكرة. واللي بيخلي قيمتها تعلى هو دايما اللوكيشن. الشركات اللي بتاخد امتياز البيل بوردز، وده نوع من انواع العقود، بيسمح له ياخد حق استخدام البيل بورد دي ويقدر يعيد تأجيرها. هما بيتعاملوا معاها كريفينيو جينيريتنج اسيت، بياخدوا الامتياز من الدولة لمدة طويلة وبيبدأوا يأجروها للمعلنين في فترات صغيرة. والار او اي بتاع البيل بوردز دي بيزيد كل ما الترافيك عليها بيزيد، لانه الترافيك معناه انه في ناس اكتر هتشوفها. ولما الارباح بتزيد بيعملوا ديجيتال ابجريد، ساعتها بدل ما تشيل اعلان واحد بس في الشهر ممكن يبقى عليها اكتر من 10 او 15 اعلان، وساعات كمان بتبقى اكتر من كده. ده بيخلي ارباحك تتضاعف من 3 ل 5 مرات، وتقدر تبدل المحتوى بشكل لحظي من غير مصاريف تركيب وطباعه وغيره، وتسعر كمان حسب وقت الزحمه. يعني الإعلان الساعة 3 الفجر مش زي الإعلان الساعة 5 العصر. في أسواق كتير البيل بورد فيها بتتعامل زي أبراج الاتصالات، بتتعامل زي محطات البنزين، يعني مع الوقت قيمتها بتزيد مش بتقل. ضيف على كده بقى لو المبنى أو الأرض بتاعتك والبيل بورد على الأرض دي، قيمة الأرض بتزيد أكتر من اللي جنبها. يعني أنت مستفيد من الناحيتين. إيه العقار اللي بيحقق من 10 ل 15% في السنة؟ مش أنواع كتير على فكرة.